بعد أن تمكنت من فك رموزها، أعادت مصالح الأمن بمدينة طنجة زوال اليوم من تشخيص جريمة القتل البشعة التي راحت ضحيتها 3 نساء من أسرة واحدة ذبحن دون رحمة الثلاثاء الماضي. الجاني ارتكب فعلته الشنعاء بدافع السرقة رغم احتضانه من قبل الضحايا. هذاك الوحش اللي ارتكب ديك الجريمة راه كان في ديك الساعة فيه الإنسانية. أنا كنهضر دابا على راسي. هذاك السيد اللي ارتكب ديك الجريمة ماشي هو هذا اللي جالس. جريمة علاء اهتز لها الرأي العام المغربي سنة 2010 واعتبرها مجزرة، لأن الجريمة كانت قتل 3 نساء. كلكم كتعرفوا باللي القصص ولا القضايا اللي كنعاود لكم ماشي غير كنجيو كنعاودهم لكم غير هكاك، لا، ضروري ما كتكون وراهم شي حكمه ولا شي استفاده اللي غادي تنفعكم. القضيه ديال اليوم انا شخصيا ملي بحثت فيها وقريتها مزيان خلاتني نراجع بزاف الافكار، خلاتني نجلس مع راسي ونفكر ونكون على بال اكثر. اللي كنطلب منكم هو تكملوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوني بالضبط علاش كندوي. وقبل ما نبداو ما تنساوش تخليو لايك وتدخلوا تشتركوا في القناه. الخوت على بركه الله، يلا نبداو. في سنة 2010 وقعت واحد جريمة قتل في مدينة طنجة هزات المغرب كامل بالبشاعة ديالها. الدنيا ترونات، كلشي تخلع بسبب هذيك الطريقة اللي ماتوا بها هذوك الضحايا. باش بلا ما نسبق لكم الاحداث غادي نعاود لكم القصة كاملة من الاول كيفاش حتى بدات. يعني كيف ما قلت لكم بغيت نوصل لكم الاستفاده والمغزى من هذه القصه او من هذه القضيه. يعني ماشي بحال هذوك القضايا ديال القتل ديال واحد قتل واحد وصافي سالات، لا، هذه مغايره تماما وراها واحد الخلاصه اللي مهمه بزاف واللي هي اصلا علاش درت لكم هذه الحلقه. المهم القصه ديالنا غادي تبدا سنه 2010 بمدينه طنجه. كانت واحد البنت صغيره سميتها فطومه راجعه من المدرسه غادا لدارهم. ملي وصلت بدات كتدق لكن والو حتى حد ما كيجاوبها. في الحقيقه امها واختها الكبيره ديما كيكونوا في الدار وما عندهم فين يمشيو، زائد ان عارفين في الطومه يلا غتجي من المدرسه يعني ما يمكنش يمشيو لشي بلاصه ويخليوها في الزنقه. المهم البنت كتدق لكن حتى شي واحد ما كاين في الدار، حتى حد ما حل عليها الباب. هنا ملي شافت القضيه بحال هكا خافت، عيطات لبوها باش تقول ليه شنو كاين وشنو واقع. الاب ديالها كان خدام في اداره الجمارك. ملي عيطات ليه وقالت ليه بابا راني كندق في الباب وحتى حد ما كيجاوبني، فهنا خرج من الخدمه وجا عندها في البلاصه. جا عندها باش يشوف شنو واقع وفين مشاو هما وخلاو البنت في الزنقه. المهم جا عنده وبدا حتى هو كيدق لكن والو. عيط لمرته في التليفون وما كتجاوبوش، وعيط لبنته الكبيره حتى هي ما كتجاوبش. هنا ما بقى عنده حتى شي حل من غير انه يفرع الباب ويدخل، وبالفعل داكشي اللي دار. غادي يفرع الباب وغادي يدخل الدار. لكن هنا كانت الصدمه. غادي يلقى مرته وغادي يلقى بنته وواحد جارتهم حتى هي، لقاهم بثلاثه مذبوحين ومليوحين في الارض في واحد المنظر في قمه الرعب. البنت الصغيره في الطومه ملي شافت هذاك المنظر بطبيعه الحال غيبات وفقدات الوعي. اما بالنسبه للحاله ديال الاب فبلا ما نشرح لكم كيفاش كانت. واصلا ديك الساعه كان مازال باقي حزين على الام ديالو، حيت كانت يلاه توفات غير ب3 ايام، يعني مازالين اصلا هما في عزوق. وكانوا الناس حتى هما مره كيجيو يعزيوهم. وهذيك المراه جارتهم اللي لقاوها حتى هي مقتوله، حتى هي كانت جات عندهم غير باش تعزيهم. السيد مسكين باقي ما برد ليه قلبه حتى على امه اللي يلاه ماتت. تزادت مرته وبنته. واخا نبغي نشرح لكم الاحساس ديالو كيفاش كان كيحس لكن ما غاديش نوصلوا لكم. والمشكله هو انهم ما ماتوش شي موته اللي طبيعيه اللي يقدر يتقبلها، لا، ماتوا بواحد الطريقه اللي في قمه البشاعه. السيد بطبيعه الحال ما كان عنده ما يدير من غير انه يتقبل الوضع ويرضى بداك الشيء اللي قسم ليه الله. المهم جات الشرطه وفتشوا المكان ديال الجريمه، خداو اي حاجه تقدر تنفعهم في التحقيق. وفي البلاصه امروا باش يدفنوا ودار لهم الجنازه. بطبيعه الحال الجنازه دازت في واحد الجو اللي كله حزن وكله بكى. كاع الناس وكاع الجيران اللي قراب من هذاك الدرب وقراب من هذيك المنطقه كلهم مشاو لهذيك الجنازه غير باش يواسيو هذاك السيد. المهم الغد ليه غادي يتجمعوا الجيران ديال الدرب باش يتعاونوا بيناتهم باش يقدروا يديروا العشاء، راكم عارفين. لكن واحد الشاب من هذوك الجيران كان متعاون معاهم لاقصى درجه، عطى واحد المبلغ كبير من فلوس وكان كيتسخر ليهم، كيمشي هنا كيجيب هادي خاصها شي حاجه كيجيبها ليهم، يعني متعاون معاهم وخدام نيت من نيته. كيقول لهم هادو اللي ماتوا راه عائلتي الثانيين، هادو راه كنعتبرهم بحال والديه، حيت اصلا هاد الدري هاد الشاب كانت علاقته بيناتهم زوينه وكان كيمشي عندهم ديما وكان عزيز عليهم. لكن الحاجه اللي لفتات انتباه ديالهم هو ان الشاب كان ملوي على يده واحد الباندا اللي كبيره، وملوي على يده واحد الباندا ولا واحد الفاصمه اللي كبيره اللي كيبان انه
مجروح شي جرحه اللي خايبه. سولوه الناس قالوا ليه مالك ياك ما كاين باس، مال يدك مضروبه؟ قال لهم لا ماشي شي حاجه غير كنت كنقاد في شي حوايج وضربتها ما جيت فيها ماشي شي حاجه. المهم اصلا حتى هما ما تسوقوش ليه مع الجنازه والناس والعشاء وقضيه تكون مرونه. المهم صافي نساو قضيته. وفي اليوم الثالث الشرطه غادي تستدعي هذاك الراجل اللي ماتت ليه مرته وبنته، غادي يسولوه عليهم وغادي يقولوا ليه واش كانت عندهم شي عداوه مع شي واحد، وانت واش عندك شي عداوه مع شي واحد، يعني شي واحد ما كيحملكش. السيد جاوب قال لهم الحمد لله ما عندي عداوه مع حتى شي واحد، وحتى هما كانوا ترونكيل وداخلين سوق راسهم الله يرحمهم، يعني علاقتنا مع الناس كانت مزيانه الحمد لله. الشرطه قالوا ليه واش كتشك في شي واحد، كتشك في شي واحد انه يقدر يدير بحال هادشي، ولا كتشك في شي واحد اللي تقدر تكون عنده يد في هاد الجريمه؟ جاوبهم الراجل قال لهم في الحقيقه ما كنشك في حتى شي واحد، ما كنشك في حتى شي واحد، ان بعض الظن اثم، وما بغيت نشك في حتى شي واحد. الحمد لله كيف ما قلت لكم علاقتي مع الناس مزيانه، وكنظن ان غالبا هذا اللي قتلهم غير بسبب السرقه. الشرطه سولوه قالوا ليه شنو سرق لكم بالضبط، شنو داكشي اللي مشى لكم؟ جاوبهم الراجل قال لهم شفر الذهب ديال مرتي كانت مخبيه في الماريو، وشفر واحد المبلغ ديال الفلوس اللي كان حتى هو حد الذهب. هذا المبلغ كبير كنت عطيته للزوجه ديالي باش تخبيه، لكن هذا الشفار اللي دار هذه العمليه دا هذا الشيء كامل. هنا الشرطه قالوا ليه اذا هذا اللي داخل الدار باش يشفر الذهب والفلوس اذا غادي يكون عارف بلاصتهم وعنده درايه بالمكان فين مخبين. اذا هذا شي واحد اللي مغريبش عليكم وماشي بعيد انه يكون قريب لكم بزاف. شكون اللي كيجي عندكم للدار وكيدخل عندكم؟ السيد قال لهم ما كيجي عندنا حتى شي واحد، ما كيجي عندنا في الحقيقه حتى شي واحد، من غير واحد الشاب هو اللي كيجي عندنا، ولكن هذا الشاب الله يعمر دار ونعمه التربيه. مره كيجي عندنا كينقي لينا الدار، ولا كيدي الزبال، ولا كيجيب شي قضيه، ولا كيتسخر لينا وكندوروا معاه. هذا الشاب مسكين الحاله الماديه ديالو ضعيفه شويه وما عندوش، وحتى حنا كنتعاونوا معاه والله يجازيه بالخير. حتى هو راه تعاون معنا بزاف في الجنازه، حتى هو ما كينساش الخير. عطانا واحد المبلغ اللي كبير ديال الفلوس باش عاوننا به، باش درنا العشاء والمسائل راكم عارفين. الشرطه قالوا ليه بلاتي قلتي لينا الشاب باللي فقير والحاله الماديه ديالو ضعيفه، كيفاش حتى عاونكم وعطاكم الفلوس؟ هنا في الحقيقه الشرطه دخلهم الشك وغادي امروا في البلاصه باش يستدعيو هذا الشاب يجي لعندهم دابا نيت. المهم الدريجه دخل وبداو كيستجوبوا فيه. شنو العلاقه اللي بينك وبين هاد العائله اللي توفات الله يرحمها؟ شنو كتجيهم وشنو علاقتك بهم ولاش كتبقى تمشي عندهم؟ في الحقيقه الشاب كان هادئ ومرتاح وكيجاوب بكل ثقه بالنفس، وجاوبهم كيف ما قال لهم هذاك السيد، يعني ما كذب ما والو. الشرطه قالوا ليه علاش دير هذيك الفاصمه في يدك، علاش دير هذيك الباندا في يدك، شنو وقع لك؟ جاوبهم الشاب قال لهم ودي راني كنت غير كنطيب وضربت راسي بالموس صافي ودرت هاد الباندا، راه ماشي شي حاجه. قالوا ليه امتى ضربتي يدك، شحال المده دابا؟ قال لهم 3 ايام دابا باش ضربت يدي. قالوا ليه اذا نفس المده اللي ماتوا فيها الضحايا، يعني نفس النهار اللي ماتوا فيه الضحايا. جاوبهم قال لهم نفس النهار. هنا الشرطه قالوا ليه واصلا كيفاش حتى عرفتي ان هذاك النهار وقعت الجريمه؟ شنو اللي عرفك انت تقدر تكون وقعت هذه 4 ايام ولا 5 ايام؟ قال لهم لا راني تا انا سمعت بهذاك الخبر في هذاك النهار نيت، سمعته من عند الجيران. الشرطه قالوا ليه واخ مزيان، اجي نشوفوا هذاك الجرح اللي في يدك، حل ديك الفاصمه نشوفوا داك الجرح اللي فيك. هنا الشرطه ملي غادي يحيدوا الفاصمه غادي يلقاو واحد الجرح عميق بالسكين، يعني ماشي ضربه ديال واحد كان كيقاد في الماكله، لا. الشرطه قالوا ليه واخا فلان، النهار اللي وقعت الجريمه ومشينا المكان ديال الجريمه لقينا باللي كاينين 4 العينات ديال الدم، 3 ديال الضحايا وكاينه واحد العينه ديال شي واحد اخر كان معاهم. انت دابا غادي تعطينا العينه ديال الدم ديالك وغادي نقارنوها مع هذيك العينه اللي لقينا الرابعه. الدري تصدم قال لهم شنو تاخذوا لي الدم؟ المهم داروا التحليله ديالهم والمسائل وخرجت النتيجه، وبالفعل النتيجه كانت مطابقه تماما. قالوا ليه دابا غير اعترف لينا بكل شيء وعاود لينا شنو وقع بالضبط ولا راه غادي نتهلاو فيك مزيان. قال لهم بلاتي انا غادي نعاود لكم كل شيء وغادي نعاود لكم القصه كامل. الحقيقه ملي كان عندهم هذاك العزو ديال المرحومه اللي ماتت ليهم كنت كنمشي عندهم ونتسخر ليهم، خصاتهم شي حاجه كنجيبها ليهم، وكنت عارف الدار كلها مزيان وحافظها، عارف كاع القنات ديالها، حيت اصلا من قبل كنت مره كنمشي عندهم كنسيقها ولا كنجمع الزبل ولا كنبقى نتسخر ليهم، يعني اصلا انا موالف كندخل لدارهم، وحتى هما بطبيعه الحال كانوا كيدوروا معايا وما كيبخلوش عليا. حتى لواحد النهار كنت قضيت لهم شي سخره. هنا المراه الام اللي بغات تدور معايا
مشات للماريوج بدات واحد الرزمه ديال الفلوس. انا ملي شفت هذيك الرزمه تعماو لي العينين، شفتها بدات هذيك الرزمه ديال الفلوس وهي اللي عطاتني منهم. انا في الحقيقه بقيت عاقل على هذاك المكان فين مخبيه الفلوس. المهم هذاك النهار اللي وقعت فيه الجريمه، ملي كنت مشيت للدار عندهم، كانت الزوجه اللي العمر ديالها 55 سنه، وكانت بنتهم الكبيره اللي العمر ديالها 22 سنه، وكانت حتى واحد جارتهم اللي العمر ديالها 56 سنه. كان خاصني ضروري نلقى شي حل ونلقى شي طريقه باش نتهنى منهم وناخذ هذوك الفلوس. ملي دخلت للدار مشيت عند الام وقلت لها يلا معايا، طلعي معايا للطابق الثالث نشوفوا تماك راه كاينين شي حوايج وكاين شي زبال ولا شي حوايج، نشوفي معايا داكشي اللي غادي نهبط اللوحو وداكشي اللي غادي نخليه قوليه ليا. قالت لي صافي واخا، وطلعت معايا. المهم ملي طلعنا للطابق الثالث هنا كاع ما ترددت وجبت الموس وطعنتها في ظهرها، وباش نتاكد انها ماتت نحرتها. بنتها لتحت ملي سمعات التقرقيب وسمعات الحركه وسمعات شي حاجه بحال هكا ما عرفتش شنو هاد الصوت، ما عرفتش شنو هاد الشيء. قالت لجارتها تسنيني هنا، انا غادي نطلع نشوف الوالده شنو واقع. وملي طلعت حتى هي شديتها ونحرتها. في الحقيقه كانت باغا تقاومني لكن تهنيت منها بكل سهوله. اما بالنسبه لهذيك جارتهم اللي بقات لتحت، ملي شافتهم تعطلوا بزاف وكتعيط ليهم ما كيجاوبوش، فحتى هي طلعت للطابق الثالث. لكن داك الساعه لقاتني انا كنتسنى فيها، فحتى هي دوزت عليها. ملي تاكدت انهم بثلاثه ماتوا، صافي ماتوا ما بقاوش كيتحركوا، هبطت شفرت داكشي اللي باغي وخرجت من الدار بحال ما واقع والو. وهذه هي القصه كامله، وهذه هي الجريمه كامله اللي درت. المهم هنا من بعد ما اعترف الشرطه غادي يلقيو عليه القبض وغادي يعطيوه اقصى العقوبه. هذه الجريمه كانت دارت واحد الضجه كبيره في مدينه طنجه، ماشي غير في مدينه طنجه صافي، بل في المغرب كامل. وتعرف هذا المجرم بالاسم ديال سفاح طنجه، القاتل الثلاثي. وإلا دخلتوا لجوجل غادي تلقاو جميع المصادر ديال هذه الجريمه، غتلقاو جميع المصادر وامتاش ووقتاش والتفاصيل ديالها بالضبط، وغتلقاو حتى تمثيل الجريمه. في الحقيقه ما قدرتش نحط لكم هذا الشيء في صندوق الوصف على قبل القوانين ديال يوتيوب راكم عارفين، لكن كخلاصه القصه ديالنا او خلاصه لهذه القضيه ديالنا والمغزى ديالها، بغيتكم نتوما اللي تكتبوها لي في التعليقات. بغيت كل واحد يعبر لي على الخلاصه ديالو اللي فهم بطريقته الخاصه في جمله. وبطبيعه الحال ما تنساوش تخليو لايك وتبارطاجيو مع اصحابكم. كان معكم امين نقيطي، تهلا.